يعني ايه الصليب علامة خضوع؟ اتعلم ايه انا يعني من الصليب علامة خضوع؟ اولا لازم تفهم ان الله في حياتك له مشيئة، ومشيئة ربنا هي اللي بتثبت. نقول كده لأن مشيئة الله هي تثبت. يعني ايه مشيئة ربنا تثبت؟ يعني لو ربنا بعت لي تجربة وهي فوق احتمالي، اقول له يا رب طالما منك احتملها. بعت لي مرض، يا رب على راسي. بعت لي ضيقة زنقة، بعت لي مشكلة وسمح بيها، مش بعت مشكلة، سمح بمشكلة. اقول له يا رب انا عارف كويس قوي ان انت بتعمل كل حاجة للخير. انا عارف ان انت هتعدي. انا عارف ان هيجي علينا وقت والموضوع هيحصل ايه؟ التجربة دي زي ما جت زي ما هتروح. ولكن الانسان لا يفقد رجاءه، ولكن الانسان لا يفقد ايمانه، ولكن الإنسان يهتم جدا جدا أنه يخضع مشيئته لمشيئة ربنا. يقول له لتكن مشيئتك.